فيما يخص منتخب العراق عن العراقيين. والله الواحد حزين اليوم هو يتفرج على منتخب العراق. السعوديين لما يلعبون كورة يلعبون كورة عشان الكورة. ترى احنا ما نمسك لعيبتنا وإيران ومدري مين، ترى ما نتكلم في هالتفاصيل، ولا مدرجاتنا فيها هالتفاصيل، ولا إداريين يمسكون اللعيبة والعراق. ترى لعيبتنا يروحون عندهم شغلتين، أول شيء يبغى يلعب كورة، وثاني شيء يبغى يرفع شعار بلده. ترى ما يعني للطرف الآخر مين. والله تحزن على لاعبين العراق اليوم وهم في فرحة هدفهم الثاني. مين اللي مسك هالشباب وحط الأفكار ذي في راسه؟ ليش دائما في العراق ناس تبغى تبعد العراق عن الحضن العربي؟ ليش؟ تطالع في هذا المنتخب شباب صغار، والفرحة حقتهم يعني كأنه أنتم يا السعوديين شيء وإحنا شيء. حتى وسائل إعلام عراقية اليوم منتخب داعش، ترى إحنا ما نقول هالكلام، ترى مو ما نقدر. الإعلام السعودي ترى زي القطار، يعني ما حد يقدر يوقف قدامه إذا حط براسه أحد. بس إحنا نترفع ونحزن على هالعراق، والله نحزن. في شاعر عراقي اسمه الجواهري كان يسمي العراق العراق، ما يقول العراق، العراق. وقالوا له ليش العراق مش العراق؟ يقول يعني بما معنى أستحي أن أكسر للعراق عينا. أستحي أن أكسر للعراق عينا. شوف الفقر كيف. جواهري لو عايش اليوم حيشوف في عراقيين مو يبون يكسرون عين، يبون يكسرون العينين للعراق. والله شيء محزن محزن، يدعو للشفقة. ترى اللي سووه اليوم بعض اللاعبين أو بعض الإعلاميين العراقيين والله ما يستفزنا، ما يسببنا أي استفزاز. أنت تحزن أنه هذا العربي صار كذا بس. العراق العظيم، العراق التاريخ، المجد، العراقة، الحضارة، اللغة، صار اليوم بهذا الشكل. والله تحزن على هالأولاد الشباب الصغار اللي داخلين بهالأفكار. لا، ولاعيبتنا يسجلون هدف وفرحانين، واللي يسجد ما في باله الموضوع أبدا. هي كلمتين كذا في القلب الواحد يبغى يقولها عن الإعلام العراقي واللي قلتوه. والله أنا نحزن عليكم قسما بالله، يعني ما استفزيتونا، لكن شفقة كذا تحزن على هذا العراق العظيم اللي صار بهذا الشكل.